وقت بتكون حاسس فيه ان كل حاجة مملة، كل حاجة زي ما هي ومكررة ومفيش جديد، والحياة يعني كفاية بقى كده. مع انك لو ركزت لحظة هتلاقي فيه الفترتين، الفترة اللي بتمل فيها والفترة اللي انت عادي ونشيط وحيوي فيها. ولو لاحظت نفسك في فترة الملل هتلاقي انك بتعمل نفس الحاجات اللي بتعملها وانت نشيط ومبسوط وحيوي ومفيش اي مشكلة ومفيش ملل ومفيش اي حاجة. امال ايه المشكلة بقى؟ المشكلة هنا يعني من الاخر الحياة مش مملة والناس اللي حواليك مش مملين، هو الموضوع كله ان انت اللي ممل. عقلك بيشتغل بطريقة مملة جدا، فلازم تمرنه انه يشتغل بطريقة ما تخلكش تمل بسرعة. ولو سألت نفسك مرة هو ليه الأطفال ما بيملوش، ليه وانت طفل ما كنتش بتمل، ايه اللي كان جوانا بيخلي إحساس الملل ده شبه معدوم، وازاي بقى احنا نرجع زي الطفل ده؟ هو بصراحة أنا بشوف فترة الملل دي مش فترة ملل، هو احنا حطينا عليها الاسم ده عشان احنا مش عارفين نتعامل معاه. هي مجرد فترة سكون وهدوء ويوم عادي طبيعي واحنا مش عارفين نتعامل معاه. فاول خطوة عشان تعرف تتعامل مع نفسك في الفترة دي انك ما تجريش منها، ما تهربش، ما تتجاهلهاش. يعني لما تحس بشوية ملل او تلاقي نفسك ايه ده انا قاعد لوحدي، تقوم جاي على طول مطلع التليفون ومشغل المسلسل او تلعب الجيم بتاعتك. طب انت كده يعني بتعمل ايه؟ هيجيلك تاني وتالت ورابع وخامس. تاني خطوة عشان تعرف تتعامل مع نفسك في الفترة ديت، خد وقتك فيه. يعني مش لازم تقعد تأنب في نفسك انا ملان، طب وانا كاره نفسي ولا وانا مش قاعد على بعضي والكلام ده. لا، عادي عادي جدا. اللي هيخليك تعدي منها هو انك تحس انها مش حاجة وحشة اصلا. ثالث حاجة، حول تركيزك من على فكرة الملل لحاجة تانية. يعني ما تقعدش بقى اللي هو انا ملان ليه وازاي وايه اللي حصل وهي ليه الحياة مملة والملل الملل الملل الملل. لا، وقف فكرة الملل دي اصلا وابدأ فكر في انت عملت ايه في حياتك، ولو مش مبسوط من اسلوب الحياة اللي انت عايشه دوت ممكن توصل له ازاي. وابدأ هات ورقة وقلم واكتب انت عايز ايه. فخلي تركيزك على الجهة دي او على ايا كان اللي يهمك في الفترة ديت في حياتك، وابعد خالص عن فكرة الملل. وعادي حس بيه وتقبله، بس ما تقعدش بقى يا ملل انا قاعد لك. لا، فكر في حاجة تانية. رابع خطوة، اعمل صيام الدوبامين. اكيد كلكم عارفين صيام الدوبامين ده ايه، واللي مش عارفه هو زي ما تكون كده بتبدأ تعيش حياة تقشف شوية، بتكون فيها بتقلل اتصالك بالسوشيال ميديا وبالمشتتات وبتقلل الاكل فيه توابل كتير قوي. يعني مثلا ممكن تقعد لمدة اسبوع تاكل بطاطس بس، فتبدأ بعد كده تبقى عندك القدرة انك تستطعم اي اكل، تستطعم الاكل الصحي، الاكل الكويس، تبدأ تحس ان طعمه جميل مش وحش. ما هو بعد اسبوع من بطاطس مسلوقة اكيد هتحس ان طعم الاكل حلو. يعني كأنك بالظبط بتسجن نفسك سجن انفرادي لفترة وبعد كده بتخرج في الشارع، فتبدأ قدرتك على انك تستمتع تبقى اكبر. خامس حاجة، غير طريقة وترتيب الحاجات اللي بتعملها او الحاجة اللي انت ملان منها، او لو ملان من كل حاجة ابدأ مثلا ممكن بدل ما انت بتفطر في وقت معين تتغدى في وقت معين، لا تغير الاوقات ديت. اي حاجة ثابتة او متعود عليها قوي انها ثابتة ابدأ غيرها في الفترة دي، وغير وقتها وغير طريقتها وغير ترتيبها. سادس حاجة، غير مواصلتك للهدف بتاعك. يعني انت لو اسلوبك في انك توصل لهدفك او تحقق حاجة معينة انك تحط اهداف او اول السنة وبعدين تنساها نص السنة وبعدين تيجي تبص لاخر السنة تحزن عليها، لا، غير الطريقة دي وابدأ اشتغل بطريقة انك تبني عادات. يعني انت مش عايز توصل للهدف ده وشكرا، لا، بتبدأ تحقق اللي انت عايزه واحدة واحدة بطريقة انك تخلق عادة جديدة. ولما بتخلق العادة دي بتبقى تلقائية، ولما بتبقى تلقائية بتقدر تحسب مع الوقت بروجرس، فالبروجرس بيعلي شوية احساسك بالسعادة. لان ببساطة الحياة عبارة عن ايه؟ عن النهاردة مكرر، عن 16 ساعة اللي انت عايشهم دول مكررين لغاية 365 يوم الى ما لا نهاية. فاللي انت عايز تعمله انك بدل ما انت مثلا عايز تقرأ 12 كتاب السنة دي، اعمل عادة قراية قبل ما تحط اصلا الهدف ده. فبدل بقى ما انا حاطط ال 15 كتاب ولازم اخلصهم ولو ما خلصتهمش تبقى حاجه وحشه، لا، ديت عاده هتنفعك طول العمر. فكده كده اشتغل عليها طول عمرك ونميها واحده واحده. بس اهم حاجه واولويه الاولويات اللي عندك انك تعملها كل يوم. وانا عامله فيديو عن ازاي تخلق عاده جديده، هسيبه لكم في الديسكريبشن. الطرق اللي قلتها لكم دي طرق بتعملها على المدى الطويل، يعني بتبنيها واحدة واحدة وبتبدأ تعيش بيها. في بقى طريقة تانية، يعني هي حاجة زي حل سريع كده، يا اما تروح تتفرج على فيلم رعب،
يا اما تروح ملاهي دريم بارك مثلا. ففي الاخر هي فترة الملل دي فترة هي مش مملة بذاتها، بس هي حالة من الهدوء والسكون احنا عشان عقلنا مش عارف يتعامل معاها فبيبدأ يحس بالملل. انما هي فترة اصلا ممكن تزود فيها انتاجك وابداعك وحتى تدخل في حالة مديتيشن. وبس كده، ورب تكونوا استفدتوا.